صباح الفل. النهارده يوم الأحد هنا في ألمانيا، وتعالوا أوريكم قضيته إزاي. أول حاجة خدنا العربية ومشينا في المناظر التحفة دي. بحب جدا أتفرج على شكل السماء والبيوت والشوارع وأنا ماشي، بالذات في المدن الصغيرة. بيكون البيوت زي ما انتم ما شايفين كده، والشوارع مفيش أسفلت، عبارة عن حجارة. وهنا بيكون موجود الجزء ده فيه أكياس خاصة بمخلفات الحيوانات، وجنبها الباسكت عشان ترمي فيها عشان ما يبقاش فيه وساخة في الشارع. وده بيبقى مدخل الجارتن، ودي شجرة عنب. وهنا فتحت الباب عشان ادخل الجارتن، وطبعا ما ننساش نقفل الباب ورانا علشان ما يدخلش هواء. وزي ما انتم شايفين بيبدأ الشجر يطلع، وبيبقى لونه تحفة جدا، ومنظر الحاجات اللي لسه بتنبت بيبقى شكله لونه وريحته تحفة جدا، حتى شمه كده. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الريحة في الكومنتات. والحدائق او الجارتن بتبقى موجودة كده جنب بعضها، وكل واحد بيبدأ في الحديقة بتاعته. وهنا دخلته زي ما قلت لكم لازم نقفل الباب علشان الهواء. خدت جوانتي حراس المرمى وخدت العدة ونزلت الملعب عشان نبدأ اللعب. اول حاجة دخلت على المكنة دي علشان نبدأ ننظف الارض كويس ونقلب ونبدأ شغل على نضيف. بدأت أشغل المكنة وأشتغل فيها زي ما أنتم شايفين. وبعد ما اشتغلت فيها شوية فجأة المكنة وقفت، وده كان بسبب كثرة العشب اللي اتراكم فيها وأنا بقلب الأرض. وقلت أطلع روح الأماني اللي فيا وأبدأ أسلكها. والحمد لله بالفعل شغلت المكنة، ولكن المكنة اشتغلت على رجلي، وبفضل ربنا كنت لابس جزمة سيفتي فقطعت الجزمة. وطبعا بعد الشغل ده محتاجين ناكل، فبدأنا نولع الفحم عشان نشوي، وبالذات إن السما كانت صافية والسحاب كان شكله حلو. ولكن ألمانيا كان لها رأي تاني وقررت تتدخل، فالدنيا قلبت شتا وغيامة زي ما انتم شايفين. بالرغم انها قلبت شتا وهوا وسقعة، ولكن انا كنت مبسوط. طلعت وقعدت استجم واستمتع بالمنظر الجميل ده. قول سبحان الله. وطبعا مش عايزين الشغل ينسينا اهم حاجة في يومنا، وهي الصلاة، اوعى تنساها. وهنا كنت تبلت الفراخ وحطيتها على الشواية، وكانت قربت تستوي، ولغاية ما تستوي طلعت اشرب كوباية شاي في الجو الجميل ده لغاية ما تستوي على الاخر. الحمد لله الاكل كله استوى، وبعد ما خلصنا اكل لازم طبعا نحبس بكوبايه شاي تاني. فطلعت اشرب كوبايه شاي، وانا بشرب لفت انتباهي ان في جزء مكسور في الكوبايه. فحبيت اوريها لكم وافكركم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نشرب من الجزء ده في الكوبايه علشان بتجمع فيه ميكروبات وكمان ممكن يزيد. فالاسلام عامل حساب ادق التفاصيل. وخلص اليوم على كده، والدنيا ضلمت وخدنا بعضنا وروحنا. ففي نهايه الفيديو ما تنساش تدعي لي وتصلي على النبي. اشوفكم في فيديو جديد. كان معكم محمد ابو عيسى وامي